عفوا المرحلة القادمة نحتاج مزيدا من الانضباط، بينما بنقول لحسام حسن تفوقت يا نجم يا كبير على مانويل جوزيه من جديد وعلى النادي الأهلي، ولكن فقط هي مجرد مباراة، هي مجرد رياضة. مشاهدينا الكرام، مبروك للنادي المصري هذا الانتصار الغالي، هذا الانتصار الكبير. المصري البورسعيدي يرفع رصيده إلى النقطة رقم 26 ويتقدم إلى المركز السادس، بينما النادي الأهلي يتجمد رصيده عند النقطة رقم 36 ويتلقى الخسارة الأولى له هذا الموسم قبل موقعة الزمالك يوم الأربعاء القادم، ومشهد لا نتمناه أيا كانت الفرحة وأيا كان حجم الانتصار. مشاهدينا الكرام، نعود إلى الزميل كريم حسن شحاتة وزملائنا في الاستوديو الكابتن زيزو والكابتن خالد ديومي. تقبلوا تحياتي معلق اللقاء أحمد الطيب، شكرا لكم وإلى اللقاء. بيفتحوا الطريق أمام الجماهير بعد تسليم الكأس وبعد التنظيم ما ينتهي إلى الاحتفال داخل الملعب، لكن بهذا الشكل لا. جمهور بورسعيد جمهور عظيم، جمهور كبير، ما نتمنى أبدا أن تكون هناك نوع من الفوضى بهذا الشكل. الحفاظ على لاعبي النادي الأهلي أكيد مطلب أساسي ورئيسي، فقيمة الأهلي وقيمة لاعبيه وقيمة كل مواطن مصري يجب دائما وأبدا إن شاء الله أن يكون هناك حفاظ عليها ومتابعة دائما وأبدا للحفاظ على أرواحنا وأرواح كل اللاعبين. أين لقطات المباراة وفرصة الهدف الثالث لعبد الله السيسي في الوقت اللي كان عبد الله السعيد على وشك إحراز هدف التعادل ليعود الأهلي محملا غانما بنقطة التعادل قبل مواجهة الزمالك يوم الأربعاء القادم. فجأة بنلاقي إن عبد الله السيسي بيسجل الهدف الثالث بعدما تكفلت العارضة بمنع النادي الأهلي من تحقيق هدف التعادل. نقولها بصوت عادي وبصراحة، نعود إلى كرة القدم. فاز من استحق الفوز وخسر من استحق الخسارة. نعم، الأهلي كافح واجتهد ولعب بذكاء في الشوط الأول، ومع ذلك سجل هدف وضاع من المصري أكثر من هدف للأمانة وبكل أحقية. فالمصري على مدار المباراة بالكامل لم يتكاسل، لم يتخاذل، لم يتراجع للخلف، بل صمد وتقدم للأمام. فنجح بتبديلات حسام حسن وبتغييرات استراتيجية في غاية الأهمية وبتغييرات هجومية في غاية الأهمية، بنزول شرويدة تحديدا بدلا من عبد السلام نجاح، فكانت نقطة تحول في مشوار اللقاء. فنجح بعدها النادي المصري في حصد 3 أهداف مباشرة، هدفين بمعرفة ومعية وبأقدام مؤمن زكريا ناشئ الأهلي السابق الذي تألق مع نادي الإنتاج وأكمل المسيرة مع النادي المصري. ثم بعد ذلك جاء عبد الله السيسي في الوقت بدل الضائع ليصدق على 8 أهدافه هذا الموسم ويصعد إلى منصة هدافين بدرجة قدير جدا كما يذكرها دائما وأبدا نجمنا ونجم التعليق الكبير ميمي الشربيني. أحمد رؤوف عنده 10 أهداف، أحمد حسن مكي الحدود عنده 9 أهداف، بوبا منساء وفؤاد سلامة وأوسو كونان كل منهم عنده 8 أهداف. لكن خلينا نعود لنتحدث عن هذا الشكل وهذا المنظر، منظر يخيف من مستقبل هذه البطولة. مستقبل بطولة الدوري أصبح مستقبل مخيف. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حزم وحسم أو تأجيل أو إلغاء، لكن بين البنين والرقص على السلالم لم ولن يفيد. نعم، لابد من الحزم والحسم، ولكن يجب أن يكون هناك أيضا عدالة في القرارات، عدالة في التحكيم، عدالة في العقوبات. من غير المعقول أن يقول للإسماعيلي والزمالك ليس هناك لعب بدون جمهور، فقط غرامة مالية، وفجأة نجد الإسماعيلي يلعب بدون جمهور والأهلي والزمالك لا، يلعبان بجمهور وغرامة مالية. هذا جزء من عدم العدالة قد يكون في بعض الأحيان. الإضاءة انطفأت في المدرجات والملعب على اعتبار يتم تفرقة الجماهير. بنقول لجمهور بورسعيد كان ليك دور كبير في المكسب، لكن لا نريد مستقبلا مثل هذه التصرفات. بنقول لحسام حسن عدت النادي المصري من جديد لانتصارات غالية وغالية جدا
على حساب النادي الأهلي الذي حرم من الفوز على المصري في بورسعيد على مدار 5 سنوات ونصف مضت، بينما بعودة حسام حسن تعود انتصارات المصري على النادي الأهلي وبالثلاثة. فالنتيجة كبيرة والرقم كبير والأداء أيضا كان أكثر من ممتاز من الفريقين لفترة ما، ثم تراجع أداء النادي الأهلي على المستوى البدني بشكل مخيف. هل فكر لعيبة النادي الأهلي في لقاء الزمالك أم ماذا؟ مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي معلق اللقاء أحمد الطيب، تقي وإياكم إن شاء الله